انت ممكن تكون بتضيع حياتك رغم انك مشغول طول اليوم. خليني اسألك سؤال: عملت ايه امبارح قربك من حياتك اللي انت عايزها؟ لو مش عارف تجاوب يبقى الفيديو ده ليه. انا محمد فوزي، واحنا هنا بنفهم الافكار العميقة اللي في الكتب، مش بنلخصها ولا بنقراها، احنا بنحولها لمعلومات نطبقها في حياتنا كل يوم. انا زمان كنت فاكر ان الانشغال ده هو النجاح، بس الحقيقة أنا ما كنتش بعرف أقول لأ لأي حاجة أو لأي حد. أي طلب موافقة، أي حاجة عادلة أجري عليها حتى لو على حساب نفسي. أنا كنت شايل نفسي من كل حاجة بحبها، مفيش خروجات، مفيش ماتشات كورة، مفيش راحة، حتى أهلي أنا كنت مقصر معاهم، وفي الآخر ولا عشت ولا حتى أنجزت. المشكلة مش في إنك مشغول، المشكلة الانشغال ده قربك من حلمك ولا بعدك عنه. احنا للأسف اتخدعنا في فكرة ان الانشغال ده انجاز، بس الحقيقة لا. انت ممكن تكون منشغل 16 ساعة في اليوم وما تعملش اي تقدم حقيقي. ليه؟ لان انت بتطفي حرايق مش بتبني حياة. كل يوم نفس السيناريو: مكالمة فجأة ترد، رسالة تفتح، طلب تنفذ، ضغط تستجيب، وفي الاخر تحس ان يومك اتسرق منك واتسحب، مش انت عشته ولا عملت اللي نفسك فيه ونفسك تعمله. خليني اقول لك قاعدة بتفرق ما بين اي شخص ناجح واي شخص مشغول: مش كل حاجة بتطلب اهتمامك تستاهله. في حاجات بتصرخ بس ملهاش قيمة، وفي حاجات ساكتة بس هي اللي بتبني مستقبل. حياتك ممكن تتقسم 4 أنواع: مهم، عاجل دي أزمات، مهم غير عاجل ده تطوير ومستقبل، عاجل مش مهم مقاطعات وسرقة وقت، لا مهم ولا عاجل ده تضييع وقت وتضييع عمر. المشكلة بقى ان 80% من الناس عايشين في النوع الثالث والرابع، اللي هو سرقة الوقت وتضييع العمر. لكن الشخص المبادر الناجح بيهتم بالجدول 2، اللي هي الاشياء المهمة غير العاجلة. وفي بعض الناس بتفتكر نفسها ان هي موجودة في جدول 2 اللي هي الاشياء المهمة غير العاجلة، لكن هو بيكتشف ان هو موجود في جدول 1 اللي هي الاشياء العاجلة المهمة. تخيل شخص يومه كده: صحيان متأخر، جاري على الشغل، ردود لا نهائية على رسائل، مكالمات هاتفية ملهاش نهاية، إشعارات 24 ساعة. اليوم بيخلص بس هو جواه إحساس واحد: أنا ما عملتش حاجة لنفسي. ما راحش تمرين، ما طورش من نفسه، ما قضاش وقت مع أهله، ما فكرش في مستقبله. ده شخص مشغول بس واقف مكانه. المشكلة مش في الانشغال، المشكلة إن المهم في حياتك مش بيعمل إشعار. مفيش حاجة بتقولك اقعد مع نفسك النهاردة، اشتغل على حلمك، ابني مستقبلك، علشان كده بيتأجل كل يوم. أنا شخصيا ما كنتش فاهم ده زمان، وكنت محتاج حد يفهمني إزاي أستغل وقتي صح. كل حاجة بدأت تتغير لما بدأت أقرأ وأتعلم في الحاجات اللي أنا بحبها بجد. وقتها بس حسيت إن أنا بستفيد وبدأت أستمتع بوقتي، وفهمت إن الفرق مش في الانشغال، الفرق في الاتجاه. وزي ما أنا استفدت قلت لازم أفيد غيري، علشان كده طالع بقولك الكلام ده يا صديقي. عايز تبدأ بجد؟ اعمل 3 حاجات. كل يوم لما تيجي تعمل حاجة اسأل نفسك: دي مهمة ولا عاجلة؟ حط حاجة واحدة بس كل يوم تطور فيها من نفسك، أو مهارة تتعلمها. قلل الحاجات اللي بتسرق وقت، وخلي بالك لو فضلت تجري ورا الحاجات العاجلة هتفضل مكانك، لكن لو ركزت على الحاجات المهمة هتبدأ تتغير. والسؤال الحقيقي بقى: ازاي في ناس قدروا يحولوا حياتهم من رد فعل لتحكم كامل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد.